ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الشكلمه زي ما انتم ما شايفين كده. هنظبطها بلونها الذهبي الجميل جدا. اتحداكم لو بتجيبوها من بره بالجمال ده. حاجه كده تحفه. حاجه بتدوب في البق. حلوه. انتوا عاملينها بايديكم في البيت. مش هتاخد منك وقت خالص، مقاديرها اقتصاديه موجوده ممكن جدا في كل بيت. مفيش اي مشكله خالص، يعني مش بتكلفنا تماما. زي ما انتوا شايفين الجمال ولا قوامها. طبعا لو مفيش حد بيحبها هتحبوها جدا بعد الوصفة دي وبعد الطريقة السهلة ديت. يلا نبدأ مع بعض. ما تنسوش يلا لايك للفيديو. يلا نبدأ نقول مقاديرنا. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. لازم يبقوا طالعين من التلاجة بقالهم فترة. هنزل عليهم بالفانيليا، وطبعا انا هشتغل النهارده بمضرب يدوي. مش هشتغل بخلاط او بمضرب كهرباء عشان يعني معقدش الدنيا واوريكم هي قد ايه سهله. عايزه تشتغلي بخلاط او بمضرب يدوي مفيش اي مشكله خالص. معايا نص كوبايه من السكر حبيبات. ما اشتغلتش بسكر بودره، بس سكر حبيبات يبقى ناعم. انزلي بيه بقى وقلبي كويس جدا كده لغايه ما يدوب. ومعايا بقى نص كوبايه من السمن. انا خدت منها حوالي معلقه كبيره، يعني نص كوبايه الا معلقه. سيحتها على النار، بس سبتها طبعا لما تبرد، ما نزلتش بيها سخنه. نص كوبايه، يعني طبعا اشتغلت بالكوبايه عشان اسهلها عليكم. ومعايا بقى عسل جلوكوز. انا عسل جلوكوز حوالي معلقتين كبار. مش متوفر عندك عسل الجلوكوز، طبعا إيه البديل ليه؟ هنستخدم عسل نحل حوالي معلقتين من عسل النحل. او شربات الحلويات التقيل لو متوفر عندك. يعني عسل جلوكوز او عسل نحل. او شربات حلويات تقيل لو متوفر عندك، وقلبي كويس جدا. طبعا لو عسل جلوكوز هياخد منك شويه تقليب كده لغايه ما يدوب، مفيش اي مشكله عشان انا بشغل كمان بمضرب يدوي. معايا بقى المواد الجافة بتاعتي، هبدأ انزل بيها معلقتين كبار دقيق جميع الاغراض عادي خالص. بس معلقتين كبار هرميين مليانين يعني. ومعايا جوز هند حوالي 250 جرام من جوز الهند. هنزل كده بالدقيق الاول لغاية ما يختفي تماما. معلقتين كبار، تاني بقولها، معلقتين كبار هرميين منخولين طبعا من دقيق جميع الاغراض. قلبيه الاول لغايه ما يختفي عشان تطمني ما يعملش اي تكتلات. ما تنزليش بجوز الهند الا لما يختفي الدقيق تماما وتطمني ان مفيش اي تكتلات خالص من الدقيق. زي ما انتم شايفين انا قلبت بمعلقه عادي، مفيش اي مشكله. هيتقلب معاكي او بالمضرب اليدوي برضو هيتقلب معاكي لغايه ما تختفي كده الدقيق تماما. هو بدأ يختفي معانا. هبدأ بقى انزل بجوز الهند. انا اشتغلت النهارده بجوز هند ناعم. هي طبعا افضل حاجه للشكلمه جوز الهند الناعم، حوالي 250 جرام. يعني هي كميه مش كبيره قوي، لان هي بتطلع معانا كميه شكلمه كبيره. انت ممكن تنصصي المقادير دي طبعا. نزلت 250 جرام من جوز الهند الناعم، وهبدأ اقلبه كويس جدا. في المرحلة دي انا يا دوب بقلب كده لغاية ما تختلط المقادير بتاعتي والمواد السائلة تبدأ تتشرب المواد الجافة بتاعتي وخلاص. وعايزة اقول معلومة ان الشكلامة مش بتاخد بيكنج باودر نهائي. هي مقاديرها كده بس. شايفين بسيطة قد ايه؟ بسيطة جدا جدا. طبعا انا بفضل نقلبها بايدي عشان اخلي جوز الهند والدقيق يتشرب المواد السائله كلها. ولو حسيتي ان هي محتاجه لسه معاكي جوز هند تاني، زودي ممكن معلقه او معلقتين، مفيش مشكله خالص. بس ما تزوديش دقيق، زودي جوز هند حوالي معلقه ومعلقتين. شايفين ده كده القوام اللي انا عايزاه. ما تبقاش ناشفه اكتر من كده خالص، ولا تبقى طريه اكتر من كده. لان انا هستعمل كيس حلواني النهارده، فعشان يقدر يعدي منه. واستعملت التيب دوت. شايفين التيب دوت اللي هو تيب النجمه. ما عندكيش استعملي كيس حلواني من غير تيب. ما عندكيش كيس حلواني قماش. انا استعملت كيس القماش. استعملي كيس بلاستيك، بس الكيس البلاستيك الحلواني حطي كيسين جوه بعض عشان يستحمل يعني الشكلامه معانا. طب هديكم بدائل. ما عندكيش كيس قماش او ولا كيس بلاستيك، ممكن معلقه الايس كريم، ودي افضل طبعا، انا بحبها جدا في التشكيل. هوريكم دلوقتي. انا شكلت الاول بكيس الحلواني، وهشكل معاكم برضو بمعلقه الايس كريم، وهقول لكم ايه البدائل. بدات كده حطيت كده في ورق الكب كيك، بتطلع اشيك بصراحه. الصاج يعني او الصينيه بتبقى محتاجه تدهنيه زبده او زيت، وبيبقى مبهدله شويه وبيطلع شكلها مش حلو كده زي ورق الكب كيك. لو متوفر عندك حطيه، ما عندكيش ادهني الصينيه زبده او زيت، وابداي حطي عليها عادي خالص. اما شكلتها بالشكل دوت بكيس الحلواني، بدأت احط عليها كريز مقطعاه انصاف بالطريقة ديت. انصاف او اكتر من انصاف مفيش اي مشكلة. اهو
تمام. الصاج ده كده او الصينيه دي عملتها بكيس الحلواني. انا معايا بقى صينيه تانية هشكلها بمعلقه الايس كريم. طبعا دي انا هدخلها الفرن الاول. هتاخد معايا حوالي 25 دقيقه. معايا بقى معلقه الايس كريم شكلت بيها بالشكل دوت. وعايزه اقول لكم انا اول مره اشكل معلقه الايس كريم واتفاجئت ان هي طلعت معايا مظبوطه وشكلها احلى. انا عن نفسي عجبتني بالشكل ده اكتر. دي معلقه ايس كريم اللي هي مقاسها صغير. ما عندكيش طبعا معلقه ايس كريم يعني ابداي اعمليها شكليها بايدك. هتتشكل معاكي برضو هتبقى جميله جدا. انا عملتها كده بمعلقه الايس كريم اللي هي مقاسها صغير كده. طلعوا كلهم شبه بعض وكانت شكلها اجمل بصراحه من اللي عاملاها بكيس الحلواني. بس هي كيس الحلواني بدي شكل زي الجاهزه اكتر. بدات اشكلها بالشكل دوت. وعايزه اقول لكم بقى ان هي بتدخل معايا الفرن على يعني على درجه حراره قليله جدا، على نار هاديه جدا. لو فرنك غاز يعني مش هتفتحيه على درجه اقل درجه حراره، او على درجه حراره اللي هي يعني 160 170 بالكتير. بياخد معاكي حوالي 25 دقيقة، من 20 ل 25 دقيقة على حسب فرنك. لو ما بتاخدش لون من فوق في فرنك بتبدأي تفتحي شواية 5 دقايق في الآخر. بس كده. واول ما بتطلع معايا وهي سخنه شايفين بيبقى لونها جميل قد ايه. ببدا بقى عندي شربات حلويات كده هوت. ببدا شربات حلويات كان موجود عندي ببدا ادهن بيه كده الوش. دهنه خفيفه جدا يا دوب بيدي لمعه وطعم خفيف جدا. ما تزوديش منه جامد. بعد كده شربات حلويات ممكن معلقتين عسل نحل كده وخففيهم كده بمعلقه ميه صغيره وابداي اعملي بيه. تمام جدا. شايفين الجمال. بس شربات الحلويات او عسل النحل ما تكتريش منه. احنا عايزين بس لمعه وطعم خفيف جدا عشان تبقى مظبوطه معانا، ما تبقاش مسكره قوي كده وطعمها لاذع. شايفين جمالها قد ايه. وزي ما قلت اهم حاجه تدخليها على نار هاديه جدا، ما تبقاش نار عاليه خالص. شايفين قوامها تحفه جدا. انا عايزه اقول لكم ان حتى اللي عندي في البيت ما بيحبوش جوز الهند او ما بيحبوش الشكلمه اكلوا منها كويس جدا وعجبتهم. وكانوا بيتحدوني ان هي تطلع بالجمال دوت. لان هي طبعا من حلويات المشهوره كانت اللي احنا كنا بنجيبها في مولد النبي او طول السنه. بصراحه انا بحبها وبحب اجيبها واعملها، يعني مش شرط في مولد النبي. انا بحب اعملها طول السنه بصراحه وبحبها جدا جدا. شايفين جمالها قد ايه تحفه. يلا جربوها. ولو في اي اسئله قولوا لي في الكومنتات. مستنيه تعليقاتكم. ما تنسوش يلا لايك لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي. وقولوا لي يلا تعليقاتكم الجميله. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.